ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. أعزائي المشاهدين، كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن آداب تلاوة القرآن وعن بعض المعاني التي أوردها الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن أخلاق حملة القرآن في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. وكنا قد تكلمنا عن أخلاق حامل القرآن، وتكلمنا عن منزلة من يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه أو يقرأه وهو مجيد له محقق له، وفي كليهما خيرا. وكنا قد تكلمنا عن آداب التلاوة، وكنا قد تكلمنا عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وتعاملهم مع القرآن الكريم، جعلنا الله وإياكم منهم. وفي الحلقات القادمة بإذنه سبحانه وتعالى سنتحدث عن بعض معاني التفسير التي أوردها أهل العلم في لبعض معاني سور القرآن الكريم. وكنا قد ختمنا في الحلقات الماضية قراءة سور جزء عامة كاملة والحمد لله، مع تبيان أحكام النون الساكنة والتنوين. وهنا الآن بإذنه عز وجل سنتكلم عن تفسير سور جزء عامة، ومن ثم سنتكلم بإذنه عز وجل في النصف الآخر من الحلقة عن أحكام الميم الساكنة والتنوين من الحلقات القادمة بإذنه عز وجل. ونبدأ في بداية سور جزء عامة. أول سورة في سور جزء عامة وهي سورة النبأ. سورة النبأ، وسورة النبأ لها تسميات عدة، أبرزها 4 تسميات، 3 منها تسميات اجتهادية من أهل العلم، وتسمية واحدة هي توقيفية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التسمية الأولى لسورة النبأ هي سورة النبأ. سورة النبأ. وسبب التسمية لهذه السورة بسورة النبأ لوقوع لفظ كلمة النبأ في قوله عز وجل في مطلع هذه السورة الشريفة الكريمة: عن النبأ العظيم، أي عن الخبر العظيم. كذلك من التسميات سورة عما يتساءلون، سورة وهي تسمية اجتهادية من أهل العلم رحمهم الله، سورة عما يتساءلون، وذلك سبب التسمية وهي لكلمة عما يتساءلون والتي هي في مطلع هذه السورة. كذلك تسمى سورة النبأ سورة التساؤل، سورة التساؤل، وذلك لوقوع لفظ يتساءلون أي يسألون. كذلك من أوجه تسمية سورة النبأ هي سورة كذلك اسمها سورة المعصرات، وذلك لقوله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. مقصد السورة، موضوع السورة الكبير، عن ماذا تتحدث هذه السورة الشريفة الكريمة بوجه عام؟ تتحدث عن إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. إثبات البعث
والجزاء بالأدلة والبراهين. لكن وما هي موضوعات السورة الفرعية؟ عن ماذا تتحدث هذه السورة الشريفة الكريمة في طياتها؟ تتحدث عن 4 مواضيع. الموضوع الأول تتحدث هذه السورة عن تساؤل المشركين عن النبأ العظيم، تساؤلهم عن الخبر العظيم وهو القرآن الكريم. كذلك من الموضوعات لفت النظر إلى الآيات الكونية التي أوردها الله عز وجل. كذلك الموضوع الثالث وهو مشاهد يوم القيامة والتي عرضتها السورة كأنها رأي عين. وآخرا الموضوع الرابع التي تتحدث هذه السورة عنه وهو جزاء وثواب المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه بعض أوجه التسمية، وكذلك عن مقصد السورة، وكذلك تكلمنا عن موضوعات السورة. ولنأخذ عن بعض معاني غريب القرآن في هذه السورة الشريفة الكريمة. من المعاني كنا قد تكلمنا عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءلون. النبأ العظيم، قوله سبحانه وتعالى النبأ العظيم وهو القرآن والذي فيه خبر البعث. وقوله عز وجل مهادا أي ممهدة كالفراش أي الأرض. والجبال أوتادا أي الجبال أوتادا أي جعلها الله وتدا مثبتا للأرض. وقوله سبحانه وتعالى سباتا أي راحة لكم، أي راحة لأبدانكم. وقوله عز وجل لباسا في قوله وجعلنا الليل لباسا أي ساترا لكم، هذا الليل البهيم ساترا لكم. وقوله عز وجل معاشا في قوله وجعلنا النهار معاشا أي وجعلنا لكم النهار وقتا تسعون فيه وتضربون فيه مناكب الأرض بحثا عن الرزق. وقوله سبحانه وتعالى من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات وهي السحب المليئة والمحملة بالمطر. وقوله سبحانه وتعالى وجنات ألفافا، ألفافا هي ملتفة، جنات ملتفة بالحدائق بالأشجار الكثيفة. وقوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا أي موقوتا ومحددا من الله سبحانه عز وجل. وقوله يوم ينفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل عليه السلام يوم القيامة. وقوله عز وجل فتأتون أفواجا أي جماعات كثيرة ومتفرقة. وقوله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا أي فتحت السماء وفتحت منها أبواب كثيرة لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، السراب وهو الذي نراه الذي لا حقيقة له. وقوله عز وجل للطاغين مآبا، المآب وهو للطاغين مآبا أي يأوون لها ويؤوبون إليها وهي نار جهنم. لابثين فيها أحقابا أي أزمنة مديدة وعديدة يلبثون في هذه النار، حمانا الله وإياكم منها. وقوله عز وجل إلا حميما وغساقا، الغساق وهو صديد أهل جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. جزاء وفاقا أي وفاقا بما كانوا يعملون به في الدنيا.
وقوله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه كلمة أحصيناه أي كتبناه وسجلناه ووثقناه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وقوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا أي مفازا وفوزا وغنيمة في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله سبحانه وتعالى وكواعب أترابا أي عن الحور العين أي أبكارا وذو سن واحدة. وقوله عز وجل وكأسا دهاقا أي كأسا مملوءة بالخمر. وقوله سبحانه وتعالى لا يملكون منه خطابا أي عن الملائكة. قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا أي لا يشفعون إلا بإذنه. وقوله سبحانه عز وجل صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أي لا يتحدثون الملائكة ولا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله عز وجل ذلك اليوم الحق أي ذلك يوم القيامة هو الحق المبين الذي أخبر الله عز وجل عنه. وقوله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي إنا حذرناكم عذابا قريبا وذلك للكافر عذابا قريبا وهو في يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ببعيد كما قال عز وجل ونرى إنهم يرونه بعيدا أي الكفار ونحن المؤمنين ونراه قريبا. أخيرا ويقول الكافر أي يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني لم أكن إنسانا بل كنت ترابا ورمادا. أعاذنا الله وإياكم. هذه بعض معالم عن سورة النبأ. ونتحدث عن سورة النازعات. سورة النازعات وهي السورة الثانية في جزء عامة. والنازعات لها 3 تسميات. سورة تسمى بسورة النازعات، وسبب التسمية في قوله عز وجل في مطلعها والنازعات غرقا، وهذه التسمية تسمية توقيفية. وقوله عز وجل كذلك تسمى بسورة الساهرة وهي تسمية اجتهادية، وذلك لوقوع كلمة الساهرة في آياتها. وكذلك تسمى بسورة الطامة وذلك لوقوع لفظ كلمة الطامة الكبرى في آخرها. مقصد السورة أو الموضوع العام التي تتحدث به أو تتحدث عنه هذه السورة الشريفة هي تذكير القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر يوم القيامة. هذه أبرز أسباب تسمية أو أوجه تسمية سورة النازعات. ماذا تسمى سورة النازعات؟ إن سئلت عن ما هي سورة الساهرة فاعلم أنها سورة النازعات، وإذا سئلت عن ما هي سورة الطامة فهي سورة النازعات. عن ماذا تتحدث هذه السورة الشريفة الكريمة؟ تتحدث عن 5 مواضيع. في مطلعها تتحدث عن عن الملائكة وعن أهوال يوم القيامة، ومن ثم تحدثت عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون. كذلك تحدثت عن آيات الله الكونية وأن ينظر الإنسان إلى خلق السماوات والأرض، ومن ثم تحدثت عن أحداث اليوم الآخر
عن أحداث اليوم الآخر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. وختمت السورة عن سؤال المشركين عن وقت وقوع الساعة، عن وقت وقوع الساعة. أبرز الألفاظ الغريبة في هذه السورة قوله عز وجل في مطلعها والنازعات. والنازعات، النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. والنازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. والناشطات هي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين. وقوله والسابحات هي الملائكة التي تسبح في نزولها من السماء. وقوله عز وجل فالمدبرات أمرا هي الملائكة التي تدبر أمور العباد من الله عز وجل. وقوله عز وجل ترجف الراجفة هي نفخة الصور. وقوله تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية في الصور. وقوله واجفة في قوله قلوب يومئذ واجفة أي خائفة وجلة. أبصارها خاشعة أي أبصارها نحو ما رأته من أهوال يوم القيامة. وقوله في الحافرة. وقوله عز وجل أئنا لمردودون في الحافرة أي الحافرة التي كنا عليها في الأرض. وقوله أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تلك كلها أحداث يوم القيامة. ومن ثم تكلمت عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس واسمه طوى. اذهب وهو الوادي الذي اجتمع به ربنا عز وجل مع نبينا موسى عليه السلام وأمره بأن يذهب إلى فرعون ويدعوه. ومكنه الله عز وجل من المعجزات المبهرة الخارقة. قال سبحانه عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان هو مجاوزة الحد والإفراط في عصيان أوامر الله عز وجل. فقل هل لك إلى أن تزكى والتزكية هي الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح وأهديك أي وأرشدك إلى ربك فتخشى أي فتخاف الله عز وجل. فأراه الآية الكبرى أي أرى موسى عليه السلام فرعون الآية الكبرى وهي العصا واليد البيضاء أي يده عليه السلام. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم ذهب وترك موسى عليه السلام فحشر فنادى أي أخبر قومه فرعون حشرهم وناداهم إلى مكان عام وقال لهم أنا ربكم الأعلى وهو كفر بالله عز وجل واتخاذ مقام الألوهية له حصرا وذلك لطغيانه وعصيانه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله عز وجل عاقبه في الدنيا وسيعاقبه في الآخرة. إن في ذلك وقصة فرعون عليه السلام وبدنه وجثته الآن والتي يشاهدونها من كل بقاع العالم يزورون قبر فرعون في مصر وهي آية دالة على من الآيات والشواهد
الدالة على عظم الله عز وجل سبحانه عز وجل. ماذا قال ربنا عز وجل لفرعون لما أراد أن يؤمن في البحر؟ قال آمنت، هذا فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك. الله عز وجل أغرقه وأماته في البحر، لكن الله بقدرته عز وجل حفظ بدنه. لماذا؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون عظة وعبرة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سبحانه وتعالى. ثم تكلم ربنا عز وجل عن بعض آياته الشاهدة في كونه الفسيح في السماوات والأرض، ومن أعظم خلقه السماوات والأرض. رفع سمكها سقفها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أي أغطشه، أي أخرج ضحاها وهو النور، نور الشمس. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها ومهدها وجعلها صالحة لعيش بني آدم عليها. وأخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها الماء والكلأ والنبات لتحيا هذه الأرض وليحيا من على الأرض. والجبال، وجعل هذه الأرض ثابتة بالجبال، وجعل الجبال عليها كما في سورة النبأ أوتادا أي تثبت، مثل الوتد تثبت هذه الأرض متاعا لكم ولأنعامكم. ثم تكلم ربنا عز وجل عن أحوال يوم القيامة، وأن يوم القيامة يكون فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وها هنا تكلم ربنا عز وجل عن فريق أهل الجنة وتكلم عن فريق أهل النار. فتكلم عن فريق أهل النار قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في ذلك اليوم العظيم لا ينسى الإنسان ما فعله في الدنيا، كأن حياته تمر عليه كشريط أمام ناظريه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل وما قال وما فعل في هذه الدنيا. وبرزت الجحيم أي ظهرت النار لمن يرى، كل الناس يرونها. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يجرونها 70,000 ملك، 70,000 ملك في الحديث الصحيح، يجرونها 70,000 ملك. ومعها قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومعها 70,000 زمام، 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونه. وذلك من عظم هذه النار التي خلقها الله عز وجل. وهذه النار تتنفس وتطلب من الله عز وجل أن يهبها الطاغين المسرفين الكافرين الطغاة العصاة الذين جحدوا بالله عز وجل جحودا شديدا، وهم من أهل غير الملة. فأما من طغى أي تجاوز، الطغيان هو مجاوزة الحد، وآثر الحياة الدنيا أي جعل الحياة الدنيا هي الأولى في قلبه وعقله وعمله، ولم يترك للآخرة أدنى نصيب. قال ربنا فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه أي مسكنه ومأواه في جهنم، هي المأوى،
هي المسكن له. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهؤلاء أهل الجنة. وأما من خاف مقام ربه، أي من جعل الله عز وجل هو غاية حبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى النفس عن الهوى وهو الميل إلى المعاصي والابتعاد عن الطاعات، فإن الجنة هي المأوى، أي الجنة هي مأواه ومسكنه ومرتعه، جعلنا الله إياكم منهم. وفي الأخير سؤال المشركين عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى الساعة؟ متى الساعة؟ غير المؤمن قلق أن متى تقوم يوم القيامة، وأما المؤمن فيعرف متى تقوم يوم القيامة، إذا غربت الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا ماتت النفس، أو ظهور الأحداث الكبرى في قيام الساعة والتي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة ومن أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عدنا لكم في النصف الآخر من هذه الحلقة والبرنامج المبارك، وكنا قد تعودنا في الحلقات الماضية عن شرح أحكام التجويد، وكنا قد أتممنا أحكام النون الساكنة والتنوين، وها نحن الآن في هذه الحلقة والحلقة القادمة سنراجع أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم سنبدأ في أحكام الميم الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين كنا قد تكلمنا عنها في الحلقات الماضية عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة أحكام. قلنا الحكم الأول الإظهار، وهو من الوضوح والبيان، وحروف الإظهار 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وثم تكلمنا عن حكم الإدغام، وقلنا الإدغام وهو إدغام الشيء في الشيء، وقلنا أن الإدغام قسمان: قسم بغنة وقسم بغير غنة. وقلنا أن حروف الإدغام هي مجموعة في قوله يرملون، هي 6 أحرف: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. حروف قسم الغنة هو 4 أحرف في قوله كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. وأما بغير غنة فهما حرفان: اللام والراء. والحكم الثالث وهو الإقلاب، والإقلاب تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي، أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. وحرف الإقلاب حرف وحيد وهو حرف الباء. وأما الحكم الأخير وهو حكم الإخفاء من الستر لكل شيء، أي النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وحروفه 15 مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، زد في تقى دم طيبا، زد في تقى ضع ظالما. هذه هي بعض أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا قد أتممنا سور جزء عامة وطبقنا هذه الأحكام على سور جزء عامة،
والحمد لله. ولعلنا سندخل في جزء تبارك في جزء تبارك، وسنتحدث ونشرح فيه أحكام الميم الساكنة والتنوين من الحلقات القادمة، إضافة إلى مراجعة أحكام وتطبيقات النون الساكنة والتنوين في هذا الجزء. وقد وصلنا في هذا الجزء، كنا قد قرأنا سورة المرسلات وسورة الإنسان، وها نحن في سورة القيامة، وسنقرأ سورة القيامة وسنشرح فيها بعض أحكام النون الساكنة، ونراجع فيها بعض أحكام النون الساكنة والتنوين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إن
علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه السورة الشريفة الكريمة سورة يوم القيامة تتحدث عن أهوال يوم القيامة وأول منازل الآخرة وهي الموت والقبر. نتحدث عن بعض أحكام النون الساكنة، نراجع عن بعض أحكام النون الساكنة والتنوين في هذه السورة الشريفة الكريمة. قوله عز وجل ألن نجمع عظامه، نون ساكن أتى بعدها حرف النون، والنون من حروف الإدغام بغنة. وقوله عز وجل على أن نسوي بنانه، نون ساكن أتى بعدها حرف النون، والنون من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر، الإنسان نون ساكن أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل يقول الإنسان، تحدثنا عن الإنسان نون ساكن أتى بعد حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وقوله يومئذ أين المفر، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار تظهر، يومئذ أين المفر. وقوله عز وجل يومئذ المستقر، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله عز وجل يومئذ بما قدم وأخر، يومئذ بما قدم وأخر، تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب تقلب الباء ميما، يومئذ بما قدم وأخر. وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يوم، تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل يومئذ ناظرة، تنوين أتى بعده حرف النون، والنون من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل وجوه يومئذ باسرة، تنوين أتى بعده في قوله يومئذ وجوه، تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله يومئذ باسرة، تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. وقوله عز وجل أن يفعل بها، تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل وقيل من راق، في حالة الوصل نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله عز وجل يومئذ المساق، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، الإنسان نون ساكن أتى بعدها حرف الإخفاء، حرف السين، والسين من حروف الإخفاء.
أن يترك سدى، أن يترك سدى، نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل ألم يك نطفة من مني يمنى، نطفة تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله من مني نون ساكن أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله من مني يمنى، مني يمنى تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. تقرأ هذه الآية ألم يك نطفة من مني يمنى. وقوله عز وجل علقة فخلق، علقة فخلق تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على تنوين أتى بعده حرف العين، وقلنا حرف العين من حروف الإظهار تظهر كما هي بقادر على. وقوله عز وجل آخرا أن يحيي الموتى، أن يحيي الموتى نون ساكنة في قوله أي أن، نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. هذه كانت بعض أحكام النون الساكنة والتنوين في سورة يوم القيامة. ولعلنا في الحلقات القادمة سنتحدث عن أحكام الميم الساكنة والتنوين، كما نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكل الفضل أن تكون معلما أو متعلما. ونستقبل، يسعدنا أن نستقبل تلاواتكم على الأرقام الشاشة، على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، أو على صفحات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. ويسعدنا وتقبل الله منا ومنكم مرة أخرى صالح الأعمال والدعوات، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.